بقول له اصل انت بتضربني ليه؟ قام جاي، كان في قفل في ايده، قام جاي خبطني بيه هنا كده. فقمت جاي دايخ فبمسك فيه، فقام جاي خبطني الخبطة التانية ورا هنا كده. احنا ما احناش في غابة. المفروض ان ده مدرس علم، ابني رايح يتعلم منه القيم والاخلاق. ابني اه، كده بيتعلم منه البلطجة. احمد طالب في سنه كام؟ تانية سنة. ارفع لي المايك كده. تانية سنة معاه. احمد طالب تانية سنه. أيوة. ايه اللي حصل بقى عشان احنا شايفين احمد كده يعني ايه اللي حصل؟ والله ولا اي حاجة، هو صبح الصبح رايح مدرسته عادي خالص، عنده امتحان أداه. انا في شغلي لقيت تليفون جايلي ابنك مدرس ضربه ومخيط، وبابا راجل شغال في الاسعاف جه خده وداه بعربية الاسعاف المستشفى. يعني انا مش عارفة، يعني انا كست ابني لبس وطلع مدرسته سليم، ما فيهوش اي حاجة، جايلي متخرشم متخيط. سواء بقى الضرب كان جوه المدرسة بره المدرسة، أنا اللي أنا أعرفه إن هو رايح يتعلم عشان يبقى حاجة ينفع بيها نفسه وبلده. يجيلي كده ليه؟ علشان إيه؟ ابني له قليل الأدب، ولا بتعدى على حد، ولا يا ريته كان المدرس ده ابني غلط فيه وجيه وقال ابني غلطان فيا ليه أو لباباه، كنا احنا هيبقى لنا رد فعل تاني مع ابننا. إنما هو أيا كان سيام ابني غلط ما غلطش، المفروض إن هو ما يمدش إيده عليه، لا بياما ولا بشويه. ولي امر المفروض لو كانت وصلت ان ابني يتفصل من المدرسه، ما كانش ابني يرجع لي بالمنظر ده. احنا ما احناش في غابه. المفروض ان ده مدرس علم، ابني رايح يتعلم منه القيم والاخلاق. ابني اه. كده بيتعلم منه البلطجه. انا ابني بيتعلم من المدرس ده البلطجه وقله الادب. شايفه ان ده لا يليق بالمدرس يعني؟ تماما. مم. تماما. مم. فين هنا انا ما اصلا كلمه مدرس ديت لا يجوز ان انا اطلقها على الراجل ده. ما ينفعش. مدرس ايه؟ ده مش مدرس، ده بلطجي. اللي يعمل في ابني كده يضربه بقفل والولد يغمى عليه ويقع، ويضربه كمان ضربه في دماغه من الناحيه التانية. ضربوا بقفل ايه لو سمحت؟ قفل البوابه بتاع المدرسه. قفل البوابه. قفل البوابه. مم. ضربوا علشان بقفل ايه؟ البوابه. مفيش مشاكل ما بين احمد ولا اي حاجه. معلش انا ابني يعني له صايح في شارع ولا حاجه. يعني ابني بيروح مدرسته وشغال في صيدليه من شفت 4 للساعة 12 بالليل. بيجي الساعة 12 بالليل إن كان هياكل إن كان هيصلي يخش ينام، ويصحى الساعة 7:30 يروح المدرسة 8، يرجع هياكل هيصلي هينام، ويقوم برضو على شفته ويروح المدرسة، يروح الصيدلية، ونفس الدايرة كل يوم فيها. يعني أنا مش عارفة يعني إيه. يعني احمد إحنا حتى غلطتنا إيه؟ بيشتغل شيفت بالليل وبيجي عشان ينام يروح مش مدرسه شفت من الصبح. 4 العصر ل 12 بالليل. هو في سنه كام؟ في ثانويه؟ في تانية ثانوي. تانية ثانوي. اه. مم. يعني أنا مش عارفة إحنا ذنبنا إيه. يعني احنا ايه ابني غلطان في ايه للمدرس عشان يرجع بالشكل ده؟ ليه؟ بس ده اللي انا بسأله، ده السؤال اللي انا بسأله. يعني حضرتك مش عارفه هو ضربه ليه؟ لا احنا ما فيش اي واقعة ولا في اي حاجة قبل كده، ما فيش اي حاجة. احنا ما فيش اي حاجة. يعني تمام. حضرتك عايزه تعرفي مثلا السبب هو ضربه ليه؟ ضربه ليه؟ وخلى ابني غلطان. مم. خليه غلطان. فين انا دوري فين؟ مش انا ولية امر؟ انا دوري فين لما ابني يغلط؟ مش المدرسة دي المفروض تبعت لي وتقول لي عاقب ابنك او ابنك مفصول او اي حاجة؟ مش في مدير مدرسة في اي حاجة؟ يعني الاجراءات هي الدنيا بقت غابة سايبة كده. هو طبيعي ان مفيش واقعة كده غير يعني انا محتار بدون سبب ازاي هيضرب المدرس هيضرب الطالب بدون سبب، ولكن احنا امام واقعة مأساوية بشتى الطرق. ما ينفعش المدرس يضرب الطالب بالقفل في دماغه كده او يعوره كده او يخش على اسرته بالمنظر المرعب اللي احنا شايفينه ده. حضرتك استثبت الخبر بقى ازاي؟ والله انا كنت في الشغل ونزل عليا زي الصعقة بصراحة. ابنك مضروب بيخر دم وهدومه غرقانة دم وبيخيط في المستشفى. طب بيخيط في المستشفى، ايه اللي حصل؟ ايه اللي مش حصل؟ تعالي شوفيه. ما توقعتيش الخبر بقى؟ لا ما توقعتش. يعني انا طالعه سايبه ابني كويس جدا، ما فيهوش اي حاجه، بيتي كلته سليم ما فيش اي حاجه. كل يوم بروح الشغل وارجع الاقي الدنيا تمام وما فيش اي حاجه. النهارده لما يتصل بيا يعني حد زميله اتصل بباباه وبلغوا الخبر برضو، يعني كان ماشي سايق بعربيه. يعني احنا مش عارفين ايه. يعني انا ما اعرفش انا جيت ازاي من شغلي. انا شغاله في كفر الشيخ، انا ما اعرفش انا جيت ازاي.
يعني أنا الخبر نزل عليا يعني ابنك متعور بيخيط. معلش مش متوقع ان ابنك لا مش ينضرب كده متوقع او انا. يروح؟ يعني حضرتك انا اتوقع كده ان حد يرن عليا في اي وقت ويقول لي كده لو انا عارفه ان ابني ده قليل الادب. مم. لو ابني ده قليل الادب بتاع مشاكل خلاص انا متوقعه ان في اي وقت ده هيحصل. خلاص بقى معتاده على كده. انما يعني انا احمد عنده 17 ولا 18 سنه. اول مره حد يشتكي منه او يتعدى عليه. يعني حضرتك تقصدي تقولي لو ابني غلطان المدرس يجي يقول لي وانا هعاقب ابني لكن ما اضربوش كده؟ اكيد. اكيد معلش انا ست حاسمه شويه في تربيه اولادي. ودايما اقول لابني لو انت غلطت هخليك عبره قدام المدرسه بتاعتك. قلت لابنك كده؟ وانا قايله لابني ومنبهه عليه من قبل كده زمان يعني. مش من دلوقت. مم. من بدايه ما طلعنا من مرحله الثانويه لان ده سن مراهقه وانا عارفه اللي بيحصل فيه. مم. قلت له يا احمد عقابك هيبقى في وسط الطابور قدام الطلبه عشان تبقى عبره لغيرك. مم. انا قايله لابني ومنبهه عليه من سنتين مش من النهارده. من اول ما بدأ يكبر ويتغير في يعني السن اتغير ومراهقه فنبهت عليه. للولد والبنت مم. مش لاحمد بس. عايزه تحافظ عليه بشتى الطرق وانت رايح تتعلم مش رايح يعني وبعدين احنا مش ناس بتوع مشاكل. يعني احنا ما طلعناش ان احنا ناس بتوع مشاكل عشان انا اربي ابني على ان هو يبقى صاحب مشكله. يعني انا والله حزينه ان احنا وصلنا لكده. يعني انا ما كنتش اتخيل ان انا اتحط في موقف زي ده يعني انا. طيب هندي المايك لاحمد نسمع منه القصه لان هو حضرتك كأم قلتي يعني اللي حضرتك عايزاه. اسمع كده منك يا احمد، اتفضل. ايه اللي حصل يا احمد؟ انت ايه اللي حصل يعني؟ احكي لي بالظبط كده. هو أنا طالع من بوابة المدرسة، مم. الأستاذ بيزقني وفي طلبة بنات قدامي. مم. بقول له يا أستاذ أنت بتزقني ليه؟ في بنات قدامي يعني أدوس عليهم. لقيته بيتكلم ويزعل يقول لي أنت بتتكلم كده ليه؟ لا. فقام جاي خابطني بالرجل. بقول له يا أستاذ أنت بتضربني ليه؟ قام جاي كان في قفل في ايده، قام جاي خابطني بيه هنا كده. فقمت جاي دايخ فبمسك فيه، فقام جاي خابطني الخبطة التانية ورا هنا كده. ضربك بالمفتاح بالمفك بالقفل على راسك يعني. أيوة. ليه يا احمد؟ يعني ايه اللي حصل؟ والله هو ما كانش في حاجة قبل كده، هو ده اللي كان حصل في الموقف ساعتها. يعني انت ما فيش بينك وبين المدرس اي خلاف خالص ولا اي حاجه خالص؟ وانت عايز تعرف ليه ده ضربك ليه المدرس؟ أيوة. عملت محضر يا احمد؟ أيوة. عملت عملنا محضر. خدت الاجراءات قانون تقرير طبي أيوة. انت قلت لي انا مش عايز اروح المدرسه تاني يا احمد، ليه يعني؟ هو المدرسين يعني لا، مش عارف اقول لك ازاي. محروق تروح المدرسه بعد ما انضربت يعني؟ ايوه. هتبقى يعني مطروح في قلب المدرسة او خارج المدرسة. هو ايا كان بره المدرسه او خارج المدرسه يعني حتى لو المدرس بيعاقب الطالب بتاعه يعاقبه عقاب ممكن لفظي بس يخليك تتحرك فتقوم، لكن يضربك بالمفتاح او بمفك او بعصايه على دماغك كده وتتخيط وتقرير طبي وكده، ده يعني اعتقد ان المدرس مخطئ من وجهة نظري يعني. احمد انت مسامح المدرس اللي عمل فيك كده؟ لا مش مسامحه. مش مسامح. مش مسامحه. انت اصلا قبل كده بتحبه ولا مالكش علاقه بيه خالص؟ ماليش علاقة بيه خالص يعني. ولكن ما انتش عارف هو ضربك ليه؟ لا ما اعرفش. نفسك تعرف هو ضربك ليه؟ ايوه. لحد دلوقتي؟ ايوه. متابعي موقع بصراحة الإخباري يمكن أحمد انضرب في راسه من مدرس في المدرسة أيا كان داخل المدرسة أو خارج المدرسة. أحمد عايز يعرف هو انضرب ليه من مدرس. المدرس قدوة، وأحمد زي ما قلنا شاب محترم ثانية ثانوي
والدته محذراه يا احمد من سنتين الكلام ده، تروح المدرسه مالكش دعوه بحد، لان انا هاجي اعاقبك قدام الطلبه. يعني اذا احمد عارف ان هو رايح عشان يتعلم، ملوش مشاكل مع حد، ملوش اعداء، ملوش علاقه بالمدرس. ده حتى لو كان ضربه بالقلم المدرس كان افضل، اما يعتدي عليه قفل البوابه، يعني مش مستحب. يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين راس احمد متخيطه. متخيط كام غرزه يا احمد؟ 8 غرز. 8 غرز. كلهم في الوش هنا؟ 4 هنا و4 ورا. 4 هنا و4 هنا، يعني ضرب بالقفل من ورا ومن قدام كده. قدامك لماما كده. حضرتك متضايقه من اللي حصل؟ اكيد. هو في يعني افترضنا الخبطه دي ما كانتش جت على حد خياطه، بس كان ابني مات. ما كنتيش كان متوقعه حصلت له إن حاجة ابنك- تانية. ان ابنك يعني انا بقول من وجهه نظري برضو ان ابنك عمل حاجه وخايف يقول لك مثلا. يعني كانوا اصحابه قالوا، لانه اصحابه هم اللي بلغونا بالواقع اساسا. اصحابه اللي بلغوا يعني. اصحابه اللي بلغونا هم اللي اتصلوا وقالوا، واحنا في النقطه امبارح في النقطه بعمل بلاغ. جه مدير المدرسه وبعض المدرسين عشان يحاولوا ان احنا ما نعملش يعني البلاغ. يبقى في نوع من انواع الصلح يعني. فجه حد من الاهالي، ابنه صاحب احمد كان حاضر معايا الواقعه. الراجل المحترم ده اتصل بابنه وقال لي انا هسمعك، هخلي ابني يحكي لك ايه اللي حصل. بالفعل سمعك يعني. سمعني ايه اللي حصل. في شهود في الواقع يعني. في شهود، زمايله والناس اللي اتلمت بقى، الشباب اللي اتلمت على الضرب، لان هو جايبه سحل من جوه المدرسه لغايه بوابه المدرسه ضرب. والكاميرات اللي قدام المدرسه مصوره الواقعه دي. كاميرات مصوره، يعني احنا مش بنتبلى عليه، في تصوير الكاميرا مصوره. ولكن انت حضرتك عايزه توصلي رساله ان ابني رايح يتعلم ما يجيليش مضروب. انا كده بقى، احنا ما عدناش نودي عيالنا مدارس اصلا. احنا كده ما ينفعش، يعني كده ما عادش في تعليم، كده بقت بلطجه. لا هو دي يبقى أنا واقعه بقى يعني دي واقعه فرديه من مدرس فردي. يعني واقعه فرديه احنا ممكن نكون بصددها الان. يعني المدرس ممكن ياخد عقابه وينول عقابه حسب القانون يعني. فاحنا برضو مش عايزين نعيب على المدرسه او ان احنا ناخد المدرسه كطرف. يعني المدرسه ملاش، احنا عايزين نوصل رساله ان المدرس اخطا في حق احمد ايا كان داخل المدرسه او بره المدرسه. تقولي للمدرس اللي عمل عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هو ابني ده هو مش عنوان بيتي طبعا. والمدرس عنوان للمدرسه. ازاي حضرتك بتقول المدرسه مالهاش ذنب؟ المدرس ده هو عنوان المدرسه. زي ما ابني طالع من بيتي عنوان بيتي، ده تربيتي، ده ابني. يبقى ازاي المدرس ملهوش، المدرسه مالهاش علاقه؟ معلش. انا قاصد اقول ده حدث فردي من مدرس للطالب. يعني انا برضو مش بلوم المدرسه. انا مش بدين، لان مدير المدرسه مش هيعجبه الكلام ده، المدرسين زمايله مش انا هيعجبه مش الكلام بدين ده. المدرسه ككل ولا مدير المدرسه. انا بس يعني انت عنوان للمكان اللي انت فيه. مظبوط. ده اللي انا عايزه اوصله، انت عنوان للمكان اللي انت فيه. ان كنت انت يعني، او لهيئه التدريس عامه، مش المدرسه بس، لهيئه التدريس كلها. يعني انت ان كانت الدراسه بقت كده او بقينا كده، لا يبقى انا بقى استفاد ابني اعلمه صنعه.